بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم خواتي المتابعات؟ أنا اليوم دا أقدم تمن بالحليب سويته بالبيت وصار كلش طيب، حبيت أشاركه وياكم. طبعا حضرت هاي الكاسات الفخارية اللي تدخل الفرن. أنا كل مرة أسويه على الطباخ وبعدين من يستوي ويجهز أصبه بكاسات زجاجية وأخليه بالثلاجة. بس من أتابع خواتي صاحبات القنوات المصرية هم بالفرن يسوي شكله كلش أفضل. حبيت هاي الطريقة وبالبيت هم عجبتهم وبدأ أشارك الفيديو وياكم. عندي هنا 3 أكواب تقريبا تمن، هذا مالت الحصة يصير ناعم. منقعته وانقعها حسب ظروفي بالمطبخ، اذا انشغلت عنه اخليه بالثلاجة يصير بعد طري اكثر من اطبخه. لا خليته على النار معلاية طباخ، ارتفاع الماء اصبع او ازيد مثل التمن المطبق. انا افضل اطبخه اول مرة ويستوي يلا اضيف له الحليب. هاي طريقتي. بسم الله. هنا التمن نشف مية، انتبه عليه ما يلزم شعر، وطبعا نفش زاد حجمه. فأنا هنا حضرت هاي الدولكة عبارة عن مي عادي من الحنفية وضفت لها حليب باودر تقريبا يعني مغلف كامل حليب حتى يصير طعمه طيب. راح اضيفه فوقه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اغطيه مرة ثانية لان بعدها حبايات التمن واضحة. حتركه على نار متوسطة مع المراقبة. اقدر من هذه المرحلة اضيف له سكر. هنا بدي اخلي له كوب سكر وحسب التذوق احنا يحبوه فاهي بالبيت. الخطوات سهلة وما بها تقيد، انت حسب الطريقة المتعودة عليها. انا دا افضل بهالشكل هاي المراحل. هنا راح شوي امزجه. طبعا قدرين الحليب السائل انا خليت له حليب باودر. ان شاء الله بالنهاية يجهز وتعجبش طريقتي، يصير طعمه كلش طيب. نقلته من الطباخ لان اريد اخذه بالبلندر وما اريد يطفر على الطباخ يتوسخ. هاي الخطوة مو ضرورية. لين حبات التمن شوي بعدها واضحة. هذيك المرة من سويته قلت لكم حبوه كلش. كنت طبخته تمن العنبر. تمن العنبر مثل ما تعرفون حباياته تصير ناعمة صغار. هذا شوية يحتاج له اخذه بالماكينة. راح اخفقه شوية بس ما الح عليه، ما اريده يتحول محلى بتمن ذاك اللي نستخدم له طحين تمن. اريد تبين حباية التمن تبقى شوي ونه بس انعمه يعني درجة بسيطة. شوفوا هنا درجة سمكة، لو كان عندك خفيف وتحسيه ممكن تضيفي له نشا، تخلطين على جهة نشا وتضيفين عليه. هنا اني حضيف له حليب، يعني المسألة عينك ميزانك، ما يحتاج لها مقادير. راح اضيف له شوية فانيلا وتقدرين هيل. واذا تحبين تضيفي له كريمة طبخ او جيمر، انا بالنسبة الي خليت له هواي باودر حليب فما يحتاج اضيف له بعد اضافة يعني ثانية. دائما اخلي الفانيلا بالاخير حتى تظل محافظة على ريحتها. هسه راح احولها بالقدورة يعني السيراميك اللي شفتوها بالبداية او الفخارية وارجع لكم. هنا اني صبيته. لاحظوا هذني المشابهات مباشرة من الجدرية فرغت بيهم، لكن هذني شوية ضفت بعد سكر حتى يناسب كل الاذواق. الخطوة اللي بعدها راح اضيف هذا سكر مطحون. بسم الله. راح اضيفه اني حتى يتكرمل من اخليه بالفرن. وطبعا هسه شغلت الفرن بس الشواية حتى ياخذ لون من الاعلى. رفعت السفاية شوية قريب على الشواية لان انا شوية نارها ناصية عندي. اريد هذا السكر اللي صبيته السكر المطحون راح يحترق وياخذ لون حلو بالنهاية ان شاء الله. اثناء ما صبيتهم بالفرن هذا المتبقي بالجدرية راح اخليه مباشرة بالثلاجة بدون فرن. صبيته بهاي الحاويات وضفت له هيل، يعني اضافة نكهات مختلفة حسب الذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شكله النهائي. طبعا تعرفون الشواية مو على طول الفرن، فهذني الاثنين بالاطراف مو كلش
السكر يتكرمل عندي. اذا تحبين بقي بعد بالفرن انا حتى اختم وياكم الفيديو. طبعا مكونات الوصفة كلش سهلة وخطواتها سهلة، بس شوية الحليب اللي ضفته باودر فزاد من سمك التمن، هو اصلا ينفش الرز، فضفت له الحليب السائل. انت اذا مضبطة نسبة التمن بالنسبة للحليب اللي تضيفيه راح تسهل عليك الخطوات. هنا هاي الوصفة عينك ميزانك بدون مقادير وعلى الذوق. اتمنى عجبكم الفيديو لهذا اليوم، اشكركم على حسن المتابعة، مع السلامة.